انا بعبد الريس. استغفر الله العظيم يا رب، عبادة الأصنام انتهت من زمان. هنرجع مصر ومش هيكون معانا ثمن التذكرة. عادي. ليه هترجعها ماشي ولا هتمسك في ديل الطيارة؟ عادي يقف بره برج خليفة ويقعد يقول لله لله يا جماعة، هم كده كده واخدين انطباع زي عننا، فمش فارقة كتير. بعدين بضفرك ما تستخدميش السكينة خالص، تقعدي كده ايه بضفرك تقشري ليه؟ ما ناكلها بقشرها احسن، مش هيخسر. يلا اضغط على الشاشة يا جربوع يا ابن الجربوع، يا جربوع يا ابن الجربوع، اضغط على الشاشة. انتوا قاعدين عالة وخلاص، مفيش منكم فايدة ابدا. لما نطلع غرفة الحاسب الآلي في المدرسة المستر نور يا هيما يا قلبي. رح نبدا بالتوقعات فورا. يا ليلى يا ليلى، مفيش ولا توقع بيجي عدل خالص، كل حاجة زفت وقطران، بس يمكن المرة دي هتقول حاجة عدلة. اتفضلي. انا عرفان وخلقي هنا. ليه بس يا كيمو كده؟ ليه عملنا لك ايه؟ لا ده احنا بنقهقه بس يا جدعان من كمية الخوابير، اقسم بالله. مش بس كده، ده معانا حبة فيديوهات عظمة والله تستاهلوها، نبص عليها مع بعض. بس انت رايح فين؟ عملت لايك؟ انت عملت اشتراك في اليوتيوب؟ ما انت لو ما عملتش مش عارف تكون ايه. ما انا خلاص خلصت الكلام كله، ما عادش في حاجة اقولها لك يا ابني والله. حسبي الله. يلا خش. كم؟ 1000 يا حاجات ب 1000 يا بت. شوفي في ايه؟ هتعملي له خليجية؟ ده هيشفيه دلوقتي. بت كلت قلبي. شوفي كلت قلبك، ده انا هاكل مخك دلوقتي. $1000 بحاجات شوبينج. $1000 يعني بالمصري 30,000 جنيه، يعني بالاماراتي 500 درهم تقريبا ولا حاجة زي كده، مش عارف والله، عمري ما عشت في الامارات ولا رحتها حتى، فمش عارف. عادي بيبي. بت ده عشان لبست شيله وعبيه فكرتي نفسك اماراتيه، انت مصريه يا بت. لا ما تقولش كده، عيب. سيب البنت تفرح لها يومين. الله، عدو النجاح وعدو الفرحة اهو. لا مش انا، هو انا كده كده عدو نفسي من زمان. بت انت مصريه. كلت قلبي. شوفي $1000 ده انا بابا 3000 درهم. عادي. هنرجع مصر. عادي. هنرجع مصر ومش هيكون معانا ثمن التذكره. عادي. ليه هترجعها ماشي ولا هتمسك في ديل الطيارة؟ عادي يقف بره برج خليفة ويقعد يقول لله لله يا جماعة، هم كده كده واخدين انطباع زي عننا، فمش فارقة كتير. اعدلي لسانك بدل ما تزيدي 30. يلا بيبي. بقول لك ايه، انا مش عايز حاجه. السلام عليكم. من هنا نكد لحد ما ترجع بلدك، وفيها كمان سنة نكد هتفكرك كل يوم باللي انت عملته ده، كده تكسر نفس بنتنا. اخص عليك. بدنا نحرر القدس. لا ده انت محتاج تحرر حاجات كتيرة جدا مش القدس. وبعدين قدس ايه؟ لا انت هتحررها بالضفيرة اللي ورا دي. تخيل ما عادش اللي ده اللي هيروح يحرر القدس. يا نهار ابيض على المسخرة. حكمة اليوم، الفلوس ما بتعملش رجالة، الرجالة اللي بتعمل فلوس. لا يا حاج ما تطلعش مطوة، خلاص احنا عارفين والله. لم دنانيرك يا حاج، انا قلت الراجل هيطلع 20 باكو ولا حاجة. ايه ده؟ مطلع لي 4 وفضة. راح فين يا حبيبي؟ انا جاي. راح فين يا حبيب قلبي؟ على اول الشارع. راح فين؟ على اول الشارع. راح تعمل ايه؟ رايح مشوار والله. فين؟ على اول الشارع رايح مشوار. انت مالك ومال الزبون رايح فين؟ ان شاء الله رايح كوكو بارك. متأخر ولا؟ والله الراجل مستنيني بقاله 5 دقايق. ده انت ناقص تعملوا سندوتشات الجبنة الرومي. جرايه يا اسطى في ايه؟ يعني انت عايز تروح بسرعة على كده؟ خلاص ماشي. طب انت فين دلوقتي؟ احنا قدام شارع واحد اهو يا عم. اهو ايه يا عم؟ قول له انا متلقح ورا في الكنبه بقالي ساعه. يعني اجي لك على فين يا محمد؟ اجي لك فين؟ ايه؟ خلاص ماشي يا محمد، جاي لك في السكة يا حبيب قلبي اهو. اما مقلب رخيص بشاك، يا الله على الاحراج. جاي لك في السكة يا حبيب قلبي. سلام يا محمد. سلام. محمد مين يا محمد؟ سلام يا محمد. يا عم انت مش بتكلمني؟ ايه؟ مش بتكلمني؟ لا يا حبيبي بتكلم في التليفون. في ايه؟ انت بتكلمني يا حاج. لا يا حبيب قلبي. وانت اي حد يقول لك اي حاجه بتصدقها وعمال تاخد وتدي في الكلام معاه. اه شفت الحاج اهو طلعك في الاخر قرطاس لب. يلا على الطلاق انا اموره، على الطلاق انا سنيوره، كلكم عاملين جامدين، ده انا احسن من الفيتامين. انا قلت لكم ما تقعدوش عليكم على التيك توك اهو.
دي النتيجه. قمة البجاحة ان انا ابقى عارفة ان انا مزعلة شخص ومضايقاه وان احنا مش كويسين واروح اتعامل معاه عادي جدا كأن مفيش اي حاجة. لا دي مش قمه البجاحه، دي قمه النصاحه. اتخانقنا مع بعض النهارده، بكره عادي مش كبير عادي، خليك ناصح يا ولا. كأن عادي طز فيك طز في زعلك. هو انا بختار ان انا ما واجهوش بالزعل عشان نحل الموضوع، وانا مش هواجهك، لا انا بس هكتفي بان انا نسكيب ونتعامل عادي كأن مفيش اي حاجة. يعني انا لو بحب الشخص ده او الشخص ده غالي عندي، فالشخص ده مش هيبقى غالي عندي تاني. لان ان انت تبقى عارف متاكد ان انت مزعلني وان في بينا مشكله، بدل ما تدور انك تواجه انك تحلها، فانت بتختار ان انت تيجي تتعامل معايا كأن مفيش اي حاجه، وانا لسه زعلانه ولسه الحاجه اللي مزعلاني موجوده. طب انا فين زعلي؟ طب انا زعلان، احنا ما اتكلمناش حتى في الموضوع. الحركه دي كفيله انها تقفل اي بني ادم منك. يمشي معاك سندوتش شاورما واحد بيبسي، هجيب لك دايت عشان انا عارف الرجيم والبتاع وكده، بس هو ده كل الحوار. بقول لها معلش بقى طبطب على كتفها كده، معلش انا مش عارف، الموضوع كله بينتهي بوجبه يعني. اتنين مالهمش امان، الدولارات والنسوان. والسجاير وحياتك يا غالي، السيجاره كل يوم بسعر، فبرضه ملهاش امان. وبالنسبه للنسوان فهم من زمان مالهمش امان. انا عرفان وخلقي هنا. ليه بس يا كيمو كده؟ ليه عملنا لك ايه؟ فتعالوا نلبس سوا. وانت متعصب بالشكل ده؟ انا خايف عليك والله، انت لسه صغير. هو ده اللبس، مش هتشوفوه. مش شفناها خلاص والله، شفناها تيشيرت ابيض. اهو 200 ام شراب من هنا، وهاخد الشوز ده وتلقح بقى هنا. ده البرفان اللي هتنايل ارش منه، وده الباص بلاش اللي هحط منه برضه، تلقحوا انت كمان هنا. هتنايل البس واجيلكوا، تستنوا بقى، ما تستنوش انتوا حرين. وده الاوتفيت في الاخر، واللي بيقول لي بقى ما بتروقش اهو، اديني بروق في نفس الوقت اللي بلبس فيه، ويلا من غير سلام. باي باي يا كيمو، باي باي. من شوية سمعت واحدة بتتكلم في التليفون، بتقول له يوم خطوبتنا اللي كان عامل لك حواجبك بجد تسلميله. اللي ايه يا بت؟ اللي عامل له حواجبه؟ ما هي اكيد مخطوبه للشخص اللي ورا عايز يحرر القدس، ما هتكون مخطوبه الراجل يعني ولا ايه؟ اللي كان عامل له ايه يا اختي؟ هو انت بتنسي حواجبه؟ ونقف لغايه كده؟ لا طبعا، ازاي يعني؟ اسألهوني هو كان حاطط لك ايه؟ ده كان خافي كل العيوب اللي في وشك. كان حاطط معجون من اللي انتوا بتحطوه على وشكم. والله في طبقه معجون كده بتحطوها كده على خلقتكم، بتداري كل حاجه. ده انا حتى بفكر اخد منه شكرتين في الموقع عندي عشان نداري عيوب المحاره. بجد انا انبهرت. انت قلت لي كان يوم ايه خطوبتكم؟ ازاي يا امي؟ الحاجات دي بتتعمل بس يوم الفرح ولا ايه؟ ما احنا عندنا واحد لسه جايبينه امبارح بيجرب البادي لوشن وبيجرب حاجات على وشه وبتاع، دي مشكله يعني. ده انتوا الاتنين محتاجين راجل يلمكم. بنت ما اسمحلكيش، ابننا ده ارجل راجل في الدنيا، وبنتنا دي ست الحسن والجمال. انت ما سمعتيش عمرو دياب وهو بيغني يا ملاك الحسن اعمل ايه حكايات؟ وكان بيغني لهم هما الاتنين ملاك الحسن. ايه يا جماعه في ايه؟ حواجبكم؟ هو انتوا بقيتوا بتعملوا حواجبكم؟ لا معلش ما تعمميش، انا اسف يعني. الرجاله ما بتعملش حاجه، اشباه الرجال عاملين زي اشباه الموصلات، ما لهمش لازمه. بقيتوا بتحطوا ميك اب؟ بنت بس بيتقمصوا خلاص، والله يمسكوكي على التيك توك، كل واحد بيعمل ميك اب وبيلعب في خلقته، انت حره. وانا عارف واحد جاب اشوفه سيكي بيكي كده خالص، ولا بلاش نقول اسم، بس هو عيل طري قوي كده من العيال الطريه اللي موجوده على الساحه يعني. لا ده الرجوله راحت في داهيه، الله يرحمها بقى. والله يرحم الانوثه والحياء، دي راحت في 60,000 داهيه. في جمله بتقول اللي في قلبه حنيه عشرته فيها الامان. وفي مثل تاني بيقول لك الراجل مش بكرشه، ده بحنيته وبغلاوتك في قلبه. انا لسه ملفه دلوقتي بس والله يمشي والله تسلك يعني. يعني ايه؟ يعني اللي قلبه حنين في عز ما هو متضايق منك ومتخانقين مع بعض مش هيفكر ويخطط ازاي يوجعك. وليه بقى نقعد نفكر بقى ونقعد نخطط؟ ما خلاص البس الخازوق واسكت يا عم، خلاص بقى قدر الله وما شاء فعل واستعوض ربنا، بكره هيلبس نفس الخازوق، فما تستعجلش، اتفرج عليه وشوف هو بيلبسه. مش هيقلل من كرامتك ولا هيفكر يهينك ولا هيدوس على نقطة ضعفك. بس انا اسف يعني ممكن اقاطع سيادتك، هما بيفتكروا ان الطيب دوت ضعيف للاسف، فبيجوا عليه بالقوي، فلما بيقلب وشه بيقولوا ايه ده انت وحش جدا انت سيء. نو مش في مثل بيقول لك فضلوا يضغطوك لحد ما طلعوا اسوأ ما فيك؟ هو في مثل شبه كده يعني بس انا مش حافظه، هي حاجه زي كده. هينكر الحلو اللي شافه منك ولا هيفتكر لك العيوب بس. حرفيا مش اي حد عنده القدره على العطاء، في ناس عندهم جمود احساس تجاه الاخرين، ولا حتى تلاقيهم متأثرين جواهم، ما بيعرفوش يهونوا وما بيعرفوش يطبطبوا، ما بيعرفوش حتى يسمعوا ولا حتى بيشوفوا عشان دمر بيت الحواس. دوروا يا جماعة على ناس حنينة في كل حاجة، ناس تشبهكم، ناس تخفف عنكم، دول أجمل رزق في الدنيا، وخير القلوب أحنها. والله كلام جميل بس مفيش فعل على الطبيعة. زي ما قلت لكم على الطريقة الجديدة لتقطيع البصلاية، تعالوا اقول لكم ازاي تقشروها. هتجيبي البصلايه كده وتروحي لما لها شعرها لفوق. لما لها شعرها؟ فانت ناقصه تربطيها بتوكه.
بعدين تروحي جايبه المقص كده وقصلها شعرها اللي هي فرحانه. تنضفي كده بالراحه بالسكينه، تقطعي ملي بالظبط. بصي ملي. كل ده عشان الكيلو ب 30 جنيه؟ يا نهار ابيض، ايه اللي حصل فيك يا بلد؟ بنقشر البصلايه كده. بعدين بضفرك ما تستخدميش السكينه خالص، تقعدي كده ايه بضفرك تقشري القشره. ليه؟ ما ناكلها بقشرها احسن، مش هيخسر. خلاص بجد لحد ما تبقي ايه قشرتيها كلها بضفرك، وبعدين هتشيلي الحته اللي فوق دي اللي للاسف هضطر استعمل السكينه بس عشان ما يجرالكوش حاجه. بتعملي كده بس بالبوس بالراحه عشان لما تيجي تشيليها هتلاقيها بتتشال معاكي بكل صعوبه. بتضحكي على ايه؟ انا مش عارف ضحكت على ايه بصراحه بس. استغفر الله العظيم يا رب. لا بس بجد بقى خلاص هتشيليها بضفرك كده بس كده. انا كده شلت كل طبقات القشره الخارجيه. بص ناقص اعمل لها سكين كير. بالسكينه بالراحه كده نشيل التنتوفه اللي فوق دي. انتوا كويسين؟ ازاي لسه ما قلبتوش الفيديو؟ طب بجد انتوا بتتفرجوا على ايه؟ والله احنا مش عارفين احنا بنتفرج على ايه، ومع ذلك احنا قاعدين مستمتعين جدا. يا جماعه، دي طريقه تقطيع البصل بعد ما الكيلو ما وصل ل 30 جنيه. استاذه بوسي اقسم بالله شكلك اكبر مش اصغر ابدا. يا بنت ما بيحبوش حد يقول لهم كده. قول لها اوه ماي جاد شكلك 10 سنين، هتنبهر بيكي والله، هتشيلك فوق راسها، انما دلوقتي هتشرفك. والله العظيم انت عارفه تعليقك ده فرحني، لان اولا انت شايفاني كبيره في نظرك، فدي حاجه مفرحاني انا شخصيا. لا هي شايفاكي كبيره يعني وشك كبير، وبعدين انت فرحانه. امال انا ليه لما اروح اقول لواحده انت عندك مثلا 80 سنه بتزعل ليه؟ الله، وانتوا بتفرحوا اهو، ده انتوا عالم مناخولي على الاخر بقى يا جدعان، ما ترسونا على بر. استغفر الله العظيم يا رب، عصبتوني تاني. لما حد يحس ان هو كبير في نظر حد دي حاجه بتفرحني. يعني انا كبرت المقام عندك يا بوسي. لا انا شايفك لسه صغيره، يعني مش شايف في كبر في الموضوع. من كبر الخيمه وتبريت ابو العيله. انا بعبد الريس. استغفر الله العظيم يا رب. عباده الاصنام انتهت من زمان. لا مش قصدي يعني احنا كلنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى، انما عباده حاجه تانية دي مش عندنا هنا في مصر. يعني ما اظنش ان في عبادات تانية. استغفر الله العظيم. انا بحبه بعد ربنا. احنا ما قلناش حاجه، بس فين حب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ يعني جه مكانه. ماشي. انا بعبد الريس يا صدقوني. ما خلاص عرفنا. استغفر الله العظيم، لا اله الا الله. ايه بير العفان اللي انا وقعت فيه ده؟ ايه ده؟ صدقوني انا بحب عبد الفتاح السيسي. انا بحب عبد الفتاح السيسي. انا روحي عبد الفتاح السيسي. قولوا افرح السيسي حطه صح. حطه فين صح؟ يا نهار ابيض على اللي بيحصل يا جدعان. انا ما عنديش مشكله انت تحب شخص، بس ان انت تعبده ده مش عارف بصراحه. يعني ايه ده ولا حتى بالكلام. يلا اضغط على الشاشه يا جربوع يا ابن الجربوع. يا جربوع يا ابن الجربوع اضغط على الشاشه. انتوا قاعدين عالة وخلاص، مفيش منكم فايده ابدا. لما نطلع غرفه الحاسب الالي في المدرسه المستر. نور يا هيما يا قلبي. رح نبدا بالتوقعات فورا. يا ليلى ما فيش ولا توقع بيجي عدل خالص، كل حاجه زفت وقطران. بس يمكن المره دي هتقول حاجه عدله. اتفضلي. الشهور الباقيه من 2023 ان شاء الله جميله باذن الله. ستكون اشهر مقلقه وخطيره على بعض دول العالم. كوارث طبيعيه في المانيا وايطاليا وفرنسا، وحاله الطوارئ تعلن في البلاد جراء أحداث مؤسفة، وذلك خلال الأشهر المقبلة. الحمد لله احنا بره عننا، احنا قاعدين في مصر مالناش دعوة بأي حاجة خالص، الحمد لله. فيضانات وأحداث مؤسفة تجتاح تركيا مما يثير الذعر بين السكان. يعني مش هنعرف نتفرج على مسلسلات تركي؟ ايه؟ لا ده انا مستني الجزء السادس من مسلسل مش فاكر اسمه بس كان حلو. لا انا احتاج. والرئيس التركي يعلن حالة طوارئ في البلاد. برضو لا اله الا الله. رح انتقل لاوكرانيا. ما تسيبيهم في حالهم، ما كفايه اللي هم فيه، هم ناقصين. الاخبار والاحداث المقبلة في قلب العاصمة الاوكرانية كييف ستشكل الحدث الابرز والاقوى منذ بداية الحرب الروسية الاوكرانية، والانظار على الرئيس زيلينسكي والرئيس الروسي بوتين في قلب الحدث. سؤال واحد بس يا ليلى وجاوبيني عليه بكل صراحة، هو العالم هيبقى كله زفت ولا في حد هينجو من الموضوع ده؟ ما أراه يحصل خلال السنوات المقبلة وخصوصا ما بين 2024 و 2025 يجعلني أقول للعالم عليكم بتخزين هذه المواد، المياه والمواد الغذائية والأدوية الضرورية، لأننا سنمر في فترة قاهرة وعصيبة، وذلك جراء الأحداث على بعض
دول العالم. الحمد لله ما جابتش سيره مصر. يا الله، انا بعد كده هعمل لكم انتوا البصل، لان اي حد عايش بره البصلايه الواحده ب 180 دولار. حالات من التأهب الشديد والاستنفار سنراها في عدة مطارات حول العالم، وذلك بسبب حدث عالمي مؤسف وكارثي. هو مفيش خبر حلو خالص في التوقعات دي يا ليلى؟ كل الاخبار زفت. انا نفسي تخش علينا بقنبله تفاؤل، اي حاجه. طيب ايه ده؟ بعض الدول في قارة افريقيا لا 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 لا، كفايه كفايه بالله، احنا مش ناقصين. احنا في نص القاره خرم، الله يبارك لك. ابعد عن القاره دي خالص، مش ناقصه والله. ستشهد المزيد من الانقلابات العسكرية وغير العسكرية، وسنرى اندلاع حرب أهلية في عدة دول أفريقية وانتشار كبير للأمراض والأوبئة. استغفر الله العظيم يا رب. برضه ما جابتش سيره مصر، فالموضوع ده كله بعيد عننا. انت عارفين الملاريا، مش عارف حمة الدنك دوت ولا الدنك ديت ولا كله بره بره بره، احنا زي الفل الحمد لله. أصوات طلب النجدة وصرخات الاستغاثة سنسمعها بشكل مباشر ومؤثر على شاشات التلفزيون، وهي تصدر من داخل أحد المراكز المالية أو التجارية الكبرى في إحدى دول العالم، وذلك بسبب وقوع حدث مؤسف وخطير، وسنرى عمليات الإنقاذ لمساعدة جميع العالقين في هذا المركز. يمكن قصدها على مديرية الأمن اللي ولعت، ولا لسه في حاجات تانية هتحصل؟ ربنا يستر والله، ربنا يستر. طب الواحد لما يشوف حاجات زي كده يكون متفائل ازاي في الدنيا؟ انا مش عارف بصراحه يعني. يا لولا احنا عايزين خبر واحد عدل بالله، خبر واحد كويس. صرخه عاليه سنسمعها من شعوب بعض الدول العربيه والاجنبيه على ابواب المصارف. بعرف من هيدي الدول بس ما راح سمي. ليه؟ سميها وخلاص، ما عادتش تفرق. بس اكيد ان شاء الله برضو مصر مش من ضمنها. الحمد لله يا جماعه، احنا في السيف زون الحمد لله. الدنيا كلها بره فيضانات وزلازل، واحنا الجو عندنا حر موت الحمد لله رب العالمين. ده على فكره فضل ونعمه من ربنا سبحانه وتعالى. ماما هي مثل كارلا، ربع روماني، ربع تركي، ربع فلسطيني، وربع فرنسي. على ربع فلامنك وربع جبنه رومي وربع براميل معاك بعد اذنك. ايه حضرتك الارباع دي كلها ازاي يعني؟ لا لا مامي لا، قبل ما نروح لبابا، الارباع دي جت ازاي؟ من عند البقال حضرتك. وبس كده يا جماعه، هو ده اللي كان معانا النهارده. لو وصلت الدقيقه دي لايك شير في الجرس. اشوفكم على خير. كان معاكم بروتيكا، سلام.